وسهلا بيكم في شاي لذيذ مع نانو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده وصفتنا تحفه جدا، هنعمل جاتو شاتو كريم كراميل بالشوكولاته. حاجه كده جديده ووصفه حلوه قوي، والقطعه عامله زي حته الجاتو بالظبط. بمقادير كلها ما عندك من البيت، سهله وبسيطه، مش هتجيبي غير كيس الكريم كراميل. تمام. وهنتكلم كمان في موضوع مهم جدا، اللي هو ازاي تحبي نفسك. ازاي تحبي نفسك. تابعوا معايا الفيديو للنهايه، ان شاء الله الفيديو مليان حاجات مهمه ومفيده. يلا بينا نبدا الفيديو ونقول المقادير الاول وبعدين نتكلم في موضوعنا. انا معايا من كل حاجه كده كوبايه ما عدا السكر، كوبايه الا ربع. معايا كوبايه دقيق، كوبايه حليب، كوبايه زيت، كوبايه الا ربع سكر، بيضايه واحده، معلقه ممسوحه من البيكنج باودر، رشه فانيليا، ومعايا كمان كيس الكريم كراميل اللي هو بالشوكولاته. طب انا لو ما لقيتش كريم كراميل بالشوكولاته اعمل ايه؟ هنجيب الكريم كراميل العادي ونحط له معلقه كاكاو كبيره او معلقه ونص كاكاو كبيره. تمام، معلقه ونص كاكاو كبيره. تمام كده، تمام جدا. طيب نبدا بقى الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا حطيت هنا في الهاند بلندر، حطيت الكوبايه الحليب وحطيت عليها الكوبايه الا ربع سكر. طب احنا ليه حطينا سكر قليل؟ لان الكريم كراميل فيه السكر بتاعه. تمام كده يا حلوين، تمام. انا هضرب كويس قوي السكر مع الحليب لغايه اما السكر يدوب خالص، السكر يكون حبيبات ناعمه. تمام، علشان يدوب معاكي بطريقه سهله وما يبقاش بيقرش معاكي في الكريم كراميل من على الوش، لان احنا هناخد كوبايه من الخليط اللي احنا هنعمله وهنحطه على وش الكيك. تمام كده، تمام كده. عايزين بقى نتكلم في موضوع مهم جدا، اللي هو ازاي تحبي نفسك. احنا لازم نتفق مبدئيا ان انا لو ما حبيتش نفسي مش هقدر احب اللي حواليا، حتى لو كانوا ولادي او جوزي. يبقى انا لازم احب نفسي الاول، وبعد كده احب اللي حواليا، علشان اقدر وادي بحب كمان، وما بقاش تعبانه وكمان لازم احافظ على صحتي. تمام تمام. الكلام اللي انا بقى هنتكلم فيه النهارده ان شاء الله كده ده بناء عن تجربه، يعني انا بقولك عن تجربه. ادي لكل حاجه حقها، يعني ادي لولادك حقهم من غير ما تيجي على حق نفسك او حق جوزك، وادي الحق جوزك، وادي جوزك حقه من غير ما تيجي على حق ولادك ولا حق نفسك. تمام. وادي لكل دول حقهم من غير ما تيجي على حق نفسك، لان اهم حاجه نفسك. لان انت لو ما اهتمتيش بنفسك انت مش هتقدري تهتمي بالناس اللي حواليكي وهتتعبي. تمام. صدقوني بناء على تجربه، بناء عن تجربه، ان انا المفروض اخد بالي من نفسي واهتم بيها وبصحتي كويس جدا. علشان صدقوني محدش بيفتكر، يعني محدش بياخد باله من حد، ولا حد محدش هيجيب لك السعاده دي انت هتصنعيها بنفسك. ما تستنيش السعاده من حد، وما تحطيش، ما توقفيش حياتك على حد برضو. وكمان انا هنا حطيت، هنقطع الكلام ده بس شويه. انا حطيت الكريم كراميل الاول واديته كده ضربتين بالهاند بلندر. الحاجات دي ممكن تعمليها كلها في الخلاط عادي. وبعد كده حطيت كوبايه الزيت وهفضل اضرب لغايه اما الخليط يتقل معايا. هاخد منه كوبايه في مج كده، اشيلها على جنب، وبعد كده ابدا احط البيض واحط الفانيليا ومعلقه خل صغيره. تمام. نكمل بقى كلامنا وموضوعنا. موضوعنا بقى يا جماعه ان احنا لازم ناخد بالنا من نفسنا. يعني انت كست بيت او حتى لو بتشتغلي لازم تاخدي بالك من نفسك قوي. تمام. يعني تقومي الصبح كده تعملي فطار حلو، تدلعي نفسك عشان مفيش حد هيدلعك. تمام، احنا متفقين بقى طبعا على كده. كمان ما تجيش على نفسك. لو انت تعبانه ومش قادره في حاجه معينه عايزه تقومي تعمليها في البيت وانت ما انتش قادره تقومي تعمليها، خلاص ما تعمليهاش. الدنيا مش هتقف، ولا التنظيف بيخلص، ولا المواعين بتخلص، ولا اي حاجه بتخلص. فانت ما تعمليش حاجه على حساب صحتك ابدا. ما دام تعبانه ما تقوميش تعملي الحاجه دي. تمام تمام. الحاجات دي يا جماعه والله بناء عن تجربه، يعني انا بكلمكم بناء عن تجربه. فانت حبي نفسك و وسعيدي نفسك بنفسك. يعني مثلا انت ممكن تفكري في هواية انت كنت بتعمليها زمان قبل ما تتجوزي ودلوقتي بطلت تعمليها. مثلا انا عن نفسي قبل ما اتجوز كنت بحب القراية جدا. وبعد ما اتجوزت بطلت القراية خالص، وانشغلت بولادي وبدروس ومدارس، وبقيت سحلة نفسي حرفيا ان انا اروح اوديهم الدروس وارجع من الدروس واقعد اذاكر معاهم. حرفيا ما كنتش بحس بنفسي خالص نهائي. لما فقت لنفسي او حبيت بقى ان انا يعني اخد بالي من نفسي شويه،
حسيت ان الكل يعني شايف ان انا كده بقصر، انا كده بقصر معاهم وباجي عليهم. لا، احنا مش عايزين نعمل كده. انا بنصحك ما تعمليش كده من البدايه، عشان بعد كده ما يحسوش ان انت بتقصري، ما يحسوش ان كل ما انت ما بتتنازلي هم بيحسوا ان ده حق من حقوقهم، وده لا طبعا مش كده خالص. تمام. انا هنا بقى ايه، حطيت زي ما قلت لكم البيضه ومعلقه الخل والفانيليا، وهضرب بقى الكلام ده كله، وبعد كده هنخل الدقيق، كوبايه الدقيق، واحط عليها الخليط اللي انا بضربه ده. تمام. خلينا بقى في موضوعنا. عايزاكم بقى تكتبوا لي في الكومنتات، عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا لي انتوا حالكم مع اولادكم ومع بيتكم، حالكم ايه؟ يعني هل انت واخده بالك من نفسك فعلا ومهتميه بنفسك وبتسعدي نفسك بنفسك، ولا لا؟ انت ممكن تسعدي نفسك بحاجه بسيطه جدا. يعني انت لو عملتي جمعيه صغيره، لو حالتك الماديه يعني مش هتسمح تجيبي، او حوشتي قرشين وجبتي حاجه انت بتحبيها في المطبخ. لو انت من عشاق المطبخ زيي، انا بعشق المطبخ جدا. يعني انا اهم حاجه عندي المطبخ، مهم جدا بالنسبه لي. ادوات المطبخ كلها بالنسبه لي عشق. فلو انت كده زيي بتعشقي المطبخ، يبقى هتجيبي حاجه للمطبخ هتسعدك. يعني انا عندي لو هديه للمطبخ هتسعدني اكتر من هديه لنفسي انا. تمام كده. فانت تعملي كده عشان تسعدي نفسك، تجيبي حاجه انت بتحبيها عشان تنبسطي. مش لازم بقى للمطبخ لو انت مش من اهتماماتك المطبخ قوي، والمطبخ بالنسبه لك انت بتضيعي فيه وقت او بتقضي فيه وقت ان لازم تدخليه. ممكن تجيبي حاجه لنفسك تبسطي نفسك، ممكن تكافئي نفسك كل فتره. انا الفتره دي انجزت حاجات كتير في حياتي، فانا لازم اكافئ نفسي بالحاجه الفلانيه عشان انا بحبها، ولو حتى لو كانت قطعه شوكولاته. يعني فاهمه، لو كانت قطعه شوكولاته فما فيش مشكله. انا هنا بقى على سيره الشوكولاته، انا حطيت هنا كمان معلقه نوتيلا كده. تمام. ومعلقه كاكاو صغيره، وضربتهم في الخليط ده قبل ما احطه، قبل ايه ما احطه على قولوا معايا، قبل ما احطه على الدقيق. تمام. تمام. خلينا بقى في موضوعنا، نرجع تاني للكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه. فانت هتحاولي تبسطي نفسك باي حاجه، باي حاجه تكافئي نفسك بقى على كل اللي انت بتعمليه، على المجهود، على الدروس، على المروح، على المجي. تحسي كده ان انت يعني ايه، حاجه تبسطك، حاجه تبسطك. ما تسحليش نفسك ابدا ابدا، صدقيني. آه الموضوع ده غلط جدا انك تسحلي نفسك، وبعد كده الكل بياخد على السحله اللي انت بتبقي فيها. تمام كده او كده هيتعلموا، كده او كده هيطلعوا. فانت خليكي بالصح او بالمعقول، بلاش تسحلي نفسك. تمام. تمام. انا هنا حطيت البيكنج باودر، معلقه بيكنج باودر ممسوحه، ورشه الملح على كوبايه الدقيق، وحطيت كمان معلقه نشا يا جماعه، بس ما بانتش معلقه نشا كبيره. وقلبت بقى الكلام ده كله مع بعضه، وبعد كده هنزل بيه الخليط اللي احنا عملناه، اللي هو الكريم كراميل والبيض والبواقي بقى، اللبن والزيت والحاجات دي كلها. بس هنضرب بقى بالمضرب بقى كويس قوي، والفرن على 180. انا في الفرن الغاز العادي، انا يعني ايه عاملاه موطياه، يعني عاملاه ايه اللي هو ايه على الهادي. تمام. ان انت تسوي فيه الكيك، لان انا فرن الكهرباء بتاعي مش شغال، بايظ. فانا دلوقتي بشتغل على الفرن الغاز ايه عادي جدا. فدي انا عاملاها على فرن الغاز عادي. تمام. تمام. بس بعمل ايه بقى كمان عشان تديني يعني ايه الطراوه، وتديني النتيجه الحلوه اللي انا عايزاها، زي ما كان فرن الكهرباء بيديني نفس النتيجه. بحط صينيه تحت خالص في الفرن، في الرف اللي تحت خالص، فيها ميه. ماشي، صينيه مليانه ميه، تكون بقى صينيه قديمه عندك مش بتستعمليها. تحطي فيها ميه وتسيبيها تحت في الفرن، وتحطي بقى الكيكه في الرف اللي هو ايه الشبكه، على الشبكه. بس ما تشغليش الشوايه على الشبكه، ما تشغليش الشوايه بس. وعلى درجه حراره 180. ما عندكيش حراره يبقى ايه الدرجه الهاديه. وان شاء الله بتاخد معاكي بالظبط 35 دقيقه. تمام. انا حطيت في صينيه مقاس 22. تمام كده. تمام. يبقى زي بقى ما اتفقنا وقلنا ان احنا هناخد بالنا من نفسنا، وهنحب نفسنا، نحب نفسنا قوي، نحب نفسنا قوي. زي ما قلت، هندور على هواية احنا كنا بنعملها زمان وبطلنا نعملها بعد ما اتجوزنا. تمام. بعد ما اتجوزتي انت بطلت تعملي الهواية دي، علشان خاطر الدنيا خدتك والحياة خدتك والولاد والبيت. فدوري عليها. لما تدي لنفسك ساعة في اليوم لنفسك، مش كتير. تمام.
ساعة لنفسك، او بعد ما تخلصي اللي وراكي وتقعدي كده تقري شوية، تعملي حاجة انت بتحبيها، ده مش كتير. فبلاش يا جماعة نسحل نفسنا وما ناخدش بالنا من نفسنا. بلاش بقى حكايه ان احنا ناكل في اي طبق علشان خاطر احنا مش عايزين نبهدل الدنيا ونوسخ مواعين زياده، يعني مش هيجي على الطبق اللي انت هتاكلي فيه. او نسيب النسكافيه لغايه اما يبرد، ولا القهوه ولا الشاي، وبعدين نشربهم باردين عشان احنا عمالين نجري ورا الولاد. لا، ادي لنفسك 10 دقايق، ربع ساعه بين كل حاجه بتعمليها وحاجه، فتره كده عشان تشربي كوبايه النسكافيه بتاعتك وانت كده قاعده رايقه وتستمتعي بيها، تحسي انك انت يعني ريحتي كده من هم ووجع دماغ التعب بتاع الحاجه اللي انت كنت بتعمليها بتاع اليوم. تمام. بصوا، هو احنا ان شاء الله كده ايه، انا قلت يعني كل مثلا فيديو او كل فيديوهين هنتكلم في حاجه معينه، وكمان هتتناقشوا معايا فيها، انتوا تكتبوا لي في الكومنتات كل واحده بتحب نفسها ازاي وباي طريقه، وبتعمل ايه عشان تحب نفسها وتهتم بيها. انا مش بتكلم على اهتمامك بنفسك اللي هو الاهتمام الخارجي ان انت تعملي مش عارفه ماسك ايه للبشره والكلام ده كله، لا. انا بتكلم على اهتمامك بنفسك الداخلي، الاهتمام الداخلي اللي هو مش محدش هيقدر يهتم بيه غيرك انت بس اللي هتقدري تهتمي بنفسك الداخليه. تمام. فاكتبوا لي كده في الكومنتات هنا بعد ما خرجت من الفرن وسبتها كده بتاع 10 دقايق، ربع ساعه لما بردت، وبعد كده حطيت عليها الكوبايه اللي احنا شلناها من صوص الشوكولاته اللي احنا حطيناه. طالع تحفه يا جماعه بجد، يعني مش قادره اقول لكم طعمها حلو قوي بجد، زي الجاتوه ما فرقتش عنها حاجه. جاتوه شاتو الشوكولاته، كريم كراميل الشوكولاته، بجد تحفه تحفه جدا. تمام يا جماعه، هتكتبوا لي في الكومنتات بقى وهتقولوا لي انتوا ايه رايكم في الكلام اللي انا قلته، وتقولوا لي انتوا بتحبوا نفسكم ازاي، وايه هي هوايتك، ايه هي الهوايه اللي انت بتمارسيها. تمام. انت بتمارسي بقى رياضه، ومين فيكم بتمارس رياضه وبتهتم بنفسها بالحكايه الرياضه دي، يمكن نشجع بعض. بس في حاجه مهمه بقى عايزه اقولها لكم قبل ما نخلص كلامنا في الموضوع ده. اهم حاجه انا بذكركم وبذكر نفسي بيها هي العباده. اهم حاجه العباده، يعني اوعي تنسي الفروض اللي عليكي، اوعي تنسي صلواتك، اوعي تنسي وردك اليومي. دول اهم حاجه، دول كده اللي هيباركولك في اليوم وهيباركولك في حياتك، يعني ربنا هيباركلك في الحياه وكل حاجه لما الفروض بتاعتك ما تنسيهاش وتسيبيها. تمام. يبقى احنا هنعمل ايه؟ اهم حاجه الفروض، يعني لو اول ما الاذان يأذن نسيب كل اللي في ايدنا ونروح نصلي، وبعد كده بقى هنقول اهتمامنا بنفسنا زي ما قلنا كده والحاجات اللي احنا قلنا عليها. ولو في حاجه ممكن تهتمي بيها بنفسك انا ما قلتهاش مثلا، او حاجه انت عارفاها، وقوليها لنا في الكومنتات عشان ايه برضو نذكر ايه بعض ونفيد بعض. تمام. بصوا بقى، انا هنا ايه مش قادره اقول لكم بقى، مصممه ان انا احط الكريم كراميل الكراميل على الكيكه. وطبعا الشوكولاته غامقه جدا والكريم كراميل مش باين خالص نهائي، يعني انا مصممه عماله اجيبه كده واجيبه كده على اساس ان انا اعمل خطوط او اي حاجه تديني شكل، بس طبعا مش عايز. طب اعمل ايه؟ فانا بقول لك بقى لو انت جبتي يعني الكيس ده طبعا هيبقى معاكي في الكريم كراميل، لا انت شيليه بقى واعملي بيه اي وصفه تانية هينفع، يعني ما تفتحيهوش اصلا، لان انا فتحته وما كانش ليه اي 30 لازمه. زي ما انت شايفه كده انا بعمل خطوط ومش باينه اي حاجه، بس انا كنت مصممه يعني مش عارفه ليه بصراحه، مصممه ان انا اعمل فيها شكل، يعني انا مش مضايقاني وهي شكلها غامق قوي كده، فعايزه اعمل اي حاجه، فحاولت معرفتش، فهعمل حاجه تانية بقى خالص بقى. يعني انا عندي ايه، فدورت كده في التلاجة لقيت عندي شوكولاتة شيبس شوكولاته بيضه، فقلت خلاص بقى انا هعمل ايه، هقطعها واحط كده بقى ايه شوكولاته شيبس كده فيها، في كل قطعه كده من الكيك علشان تدي شكل حلو، يعني علشان تكسر اللون اللي هو الغامق ده بتاع الشوكولاته تبقى شكلها حلو. انت ممكن بقى لو ما عندكش شوكولاته شيبس، ممكن لو عندك شوكولاته بيضه برضو سايحه تسيحيها، تسيحي شويه وتعملي خطوط كده بالشوكولاته البيضه، ماشي مفيش مشكله. او حطي اي حاجه تكسر اللون، يعني لو عندك شوكولاته غامقه تبشريها ممكن تكسر لك اللون برضو هتبقى شكلها حلو، او واحده كريز حطيها في النص، اي حاجه يعني اي حاجه هتقضي الغرض وهتديكي برضو ايه، هي كده برضو شكلها حلو، هي كده شكلها حلو. بس انا كنت عايزه اكسر اللون بصراحه، مش عارفه ليه، كنت حاطه في دماغي ان انا هعمل حاجه
والكريم والكراميل دوت ما اسعفنيش بقى، لقيته كده غامق ومش مش نافع ومش باين خالص معاها، فقلت خلاص بقى يعني هعمل ايه. لو انت بقى وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو يبقى اكيد الفيديو عجبك، يبقى تنزلي بقى تحطي اللايك الحلو والكومنت الجميل، ولو انت جديده معايا في القناه تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ان شاء الله الفيديوهات الجايه كلها هتبقى حلوه ومفيده، وهنتكلم فيها مع بعض في مواضيع كتير جدا، وهنتناقش في مواضيع كتير. وطبعا تكتبوا لي في الكومنتات كل حاجه، ولو في حد عنده موضوع معين عايزنا نتكلم فيه انا هطرحه على في الفيديو ونتناقش فيه مع متابعينا المحترمين. تمام. ولو انت بقى جديده زي ما انا قلت لك هتنزلي تكتبي كومنت حلو كده وقمر كده زيك، علشان ايه ارحب بيكي، وعلشان كمان تكبري عيلتنا ونستفيد من بعضينا. تمام كده، تمام كده. شايفين بقى، شايفين الجاتو شاتو كريم كراميل الشوكولاته حلو ازاي. بس انا بقى اديته بقى كده ايه شوكولاته شيبسي بقى دي اللي هي البيضه، هقطع لكم حته بقى عشان تشوفوها هي ازاي هشه وجميله، وبصراحه بتدوب في البق قوي. هي عجبت الولاد قوي بصراحه. يعني ايه، من بيضه واحده وكوبايه دي هتعملي صينيه صينيه كيكه قد كده. ده انت تعمليها كمان لضيوفك لو هيجيلك ضيوف، مش هتاخد معاكي وقت خالص، ما بتاخدش وقت خالص بصراحه. يعني في نص ساعه هتكون كمان عملتيها وخرجتيها من الفرن وكل حاجه تمام، ما بتاخدش وقت خالص. فزي ما انتم شايفين كده عملنا الكيكه واتكلمنا في الموضوع المهم وبس. واشوفكم على غير في فيديو جديد.